البنك الأهلي بيعملها وبيصدر أعلى عائد بالبنوك لمدة عام واحد فقط، وقرارات هامة من البنك المركزي وتقرير مصير الشهادات الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك واسعار الفايدة، اخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الاحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الشهادة اللي معانا النهاردة. لكل المنتظرين اسعار الفايدة المرتفعة ومنتظرين الشهادات الجديدة، لان احنا من الشهر اللي فات زي ما احنا فاكرين كان في اجتماع في شهر نوفمبر وكل العملاء كانوا منتظرين، وكتير قوي على السوشيال ميديا بيقولوا هيتم رفع اسعار الفايدة واصدار شهادات جديدة. بس احنا في وقتها على القناة قلنا ان البنك المركزي هيثبت اسعار الفايدة لان كل المؤشرات كانت بتقول كده، ولان البنك المركزي ايضا كان اتجاهه لتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي اللي كان المعظم متخوف من تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وكانوا بيعتقدوا انه سوف يتم اصدار شهادات جديدة تناسب الوضع الحالي. لكن كان في تصريحات تانية بتقول انه هيتم تأجيله لنهاية 2023. عشان كده كانت توقعاتنا ان هيتم تثبيت اسعار الفايدة، وحتى الان كتير من العملاء لم يربطوا الشهادات وبيحتفظوا بأموالهم منذ شهور ولم يقوموا باستثمارها حتى الآن، والكل منتظر الشهادات الجديدة اللي ممكن يتم طرحها في الأسواق. هنتعرف دلوقتي على أعلى عائد لمدة عام تم إصداره بالبنك الأهلي، بس بحب أعرفك في الأول إنه عشان يتم إصدار شهادة مرتفعة العائد زي الشهادات الاستثنائية هيكون قبلها إما تحرير سعر صرف الجنيه المصري أو سحب السيولة النقدية من السوق، سواء بقى بسبب شهادة 25% أو لأسباب تانية. والشهادات الاستثنائية دي لم يتم إصدارها إلا في هذه الأوقات. أما رفع أسعار الفايدة على الشهادات المطروحة يمكن رفعها في أي اجتماع من الاجتماعات، ومن أجل عدم انتظار هؤلاء العملاء لفترة طويلة دون الاستفادة من أموالهم بنصح الجميع بربط إذن خزانة لمدة 3 شهور، لأن أذون الخزانة وصل العائد عليها ل 26% قبل خصم الضريبة، وأيضا إذن الخزانة ممكن تسييله في أي وقت في حالة إصدار شهادة استثنائية، وكمان هتاخد الفايدة مقدما تقدر تستثمرها في أي استثمار آخر إما في إذن آخر أو ذهب. لكن إن أنت تسيب أموالك في البيت دون استثمار هو ده الخطر الكبير على أموالك. وفي حالة نزول أي شهادات جديدة هنكون أول الناس اللي هننزلها لكم على القناة، بس كل اللي عليك أنت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من الشهادات وكل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.